فيلمنا بيبدأ في متحف خاص بعلم الفلك، وبنشوف طفل صغير اسمه إليو سوليس، واللي كان قاعد تحت ترابيزة وهو زعلان، وده بعد ما عرف إن هو خسر أبوه وأمه. وبنعرف إن الشخص الوحيد اللي فاضل من عيلته هي خالته أولجا، واللي كانت شغالة طيارة في القوات الجوية، وكان حلمها إنها تبقى رائدة فضاء، بس هي اضطرت إنها تتخلى عن الحلم ده علشان تقدر تربي ابن أختها. وبنشوف أولجا وهي بتحاول تواسي الولد، لكن هو كان عايز يفضل لوحده، فبيقرر إن هو يتمشى شوية جوه المتحف. وأثناء ما هو كان ماشي بيدخل أوضة ضلمة، وبيشوف عرض بيتكلم عن فوياجر 1، ودي المركبة الفضائية اللي تم إطلاقها للفضاء علشان يلاقوا إجابات عن وجود حياة تانية خارج كوكب الأرض. وهنا فكرة السفر في الفضاء بتخلي إليو متحمس لها جدا، ومن اليوم ده بقى كل حلمه إن هو يسافر للفضاء علشان يقدر يقابل كائنات فضائية. وبنعرف في الوقت ده إن مركبة فوياجر 1 كانت بتتحرك في الكون لحد ما فجأة ضوء أخضر بيخطف المركبة دي. وبعد ما السنين بتعدي بنشوف إن إليو لسه عايش مع خالته، وكان كل يوم بيروح للشاطئ اللي قدام القاعدة العسكرية، وكان بيكتب رسائل على الرمل، وكان عنده أمل إن الفضائيين يجوا ياخدوه معاهم، بس للأسف ما كانش في أي حاجة بتحصل. وفي ليلة من الليالي بيقرر إن هو يعمل نادي علشان يجيب جهاز راديو يقدر يستقبل بيه رسائل من الفضائيين. وفي يوم ولد اسمه برايس بينضم للنادي بتاعه، كان جايب راديو قديم، والراديو ده كان بتاع أبوه. وبعده بيوصل كالب اللي كان زميلهم في المدرسة، وبعد شوية الراديو بتاعهم بيلقط تردد غريب، فكالب بيمسكه علشان يسمع كويس، لكن إليو بيطلب منه يسيبه قبل ما هو يبوظه. وساعتها الاتنين بيبدأوا يتخانقوا، وأثناء خناقتهم دي كالب بيخبط إليو بالراديو في وشه، فعينه بتورم. ووقتها إليو بيبدأ يهاجمه لحد ما في جنود بيسمعوا الخناقة دي، ووقتها بيمسكوا الولاد وبياخدوهم للقاعدة العسكرية. وبسبب الإصابة إليو بيضطر إن هو يلبس ضمادة. وبنعرف إن أولجا بتكتشف إن هو بيهرب كل يوم من المدرسة وبيروح للشاطئ في السر، فهو بيحاول يبرر لها اللي بيعمله ده، وبيقول لها إن هو اخترع لغة علشان يقدر يكلم الفضائيين. بس أولجا كانت تعبانة فبتسيبه في مكتبها، وبتطلب منه إن هو يقعد هادي لحد ما ترجع. وبعد شوية بيسمع ناس بتنادي عليه، وبيقولوا له إنهم استقبلوا إشارة غريبة جاية من القمر الصناعي، وكانوا مفكرين إنها من الفضائيين. فبيروح ورا خالته وبيستخبى في سلة الزبالة جوه غرفة التحكم علشان يقدر يسمع كل حاجة. وبنشوف إن أولجا بتروح لميلي ماك، وده كان محلل في القوات الجوية، واللي كان بيوريها تسجيل جاي من الفضاء. وبنعرف إن ده كان نفس التسجيل اللي بعتته فوياجر 1. وميلي ماك كان مفكر إن دي رسالة رد من كائنات فضائية. وأول ما إليو بيسمع الكلام ده بيتحمس جدا، وبيستنى الكل يمشي، وبعدين بيروح يستخدم الكمبيوتر وبيبعت الرسالة من القمر الصناعي، وبيطلب من الفضائيين إن هم يجوا يخطفوه. بس الرسالة دي بتعمل ضغط كبير على الأجهزة وبتقطع الكهرباء كلها. ووقتها أولجا بتحاول إنها تصلح المصيبة اللي عملها ابن أختها، بس إليو كان بارد جدا وكان متحمس إن هو يستقبل الفضائيين، لحد ما أولجا بتتضايق جدا وبتقرر إنها تبعته للمعسكر علشان يبعد عن الموضوع ده. وتاني يوم بتاخده للمعسكر، وهناك بيقابل برايس وكالب مرة تانية، بس الاتنين كانوا لسه متضايقين منه. وبالليل بيقرروا إنهم يخوفوه، فبيتنكروا على شكل فضائيين وبيبدأوا إن هم يقربوا من الخيمة بتاعته، بس إليو بيسمعهم وبيجري بسرعة ناحية الغابة. وفي نفس الوقت بنشوف إن أولجا كانت على الكمبيوتر، وفجأة كل الشاشات بتعرض رسالة غريبة، ولما بتجمع الكلمات بتظهر وقتها جملة واحدة، والفضائيين كانوا بيقولوا إنهم عايزين يتكلموا مع القائد بتاعهم. أما إليو فبنشوفه بيوصل للشاطئ وهو بيجري، وبنشوف إن الولدين قدروا يروحوا وراه. ولما كالب كان هيضربه إليو وقتها حاول يعتذر له، بس فجأة بيشوف ضوء غامض بيقرب منه، ولما بيحاول يوريه الكلب بالغلط بيخبطه في عينه. وهنا كالب بيتعصب جدا وبيحاول إن هو يضرب إليو، لكن قبل ما يلمسه الوقت حواليهم بيتجمد فجأة، وإليو بيبعد بسرعة وبيشوف الضوء طالع للسما، وبيكتشف إن دي كانت مركبة فضائية. وفجأة نور أخضر بيظهر وبيبدأ إن هو يخطفه، وبعدها بيتسحب للمركبة. وأول ما بيوصل بيستقبله كائن اسمه يو، وبعدها بياخده للكوميونيفيرس، وده مجتمع الكائنات المتطورة. وهناك بيقابل السفراء بتوعه اللي كانوا بيدوروا على عضو جديد، وبسبب اهتمامه بالفضائيين بيكون عنده فرصة إنه يكون سفير جديد ليهم. وقبل الاختبار بياخدوه في جولة سريعة علشان يتعرف على ناس، واللي كانت عبارة عن ذكاء اصطناعي متطور بيعرف كل لغات الكون، حتى لغة إليو اللي اخترعها بنفسه. وكمان بيشوف دليل كوني كان فيه أسرار وإجابات كتير. وبعدها بيقابل الماموليسك، ودول مخلوقات بتصنع أي حاجة بتقنية النانو المتطورة، وبيقدروا يعملوا بدلة جديدة لإليو. وبعد الجولة ما بتخلص السفراء بيقولوا له على الحقيقة، ووقتها بيوروا له مركبة فوياجر 1 اللي كانوا لقوها تايهة في الفضاء، ومن ساعتها بيدوروا على صاحب الرسالة. ولما وصلت رسالة إليو افتكروه قائد الأرض، فوقتها جابوه للكوميونيفيرس علشان يبقى سفير الكوكب. وإليو بيحاول يقول لهم إن مش هو قائد الأرض، لكن يو بيظهر فجأة وبيطلبهم لاجتماع طارئ. وهناك بيظهر الجريجون، وده كان إمبراطور
امبراطور كوكب هايليرج، واللي كان عاوز ينضم للكومنولث، بس طلبه ده بيترفض بسبب التصرفات العدوانية بتاعته. فبيبدأ ان هو يتوعدهم ان هو هينتقم، وبعد ما بيمشي السفراء بيقرروا انهم يهربوا، وبيأجلوا تعيين إليو وبيجهزوه علشان يرجعوه تاني للأرض. بس إليو بيرفض وبيقنعهم انه هيكلم جريجون ويقنعه انه يوقف الهجوم ده، ووقتها شجاعته دي بتعجب السفراء فبيوافقوا على خطته. بس وقتها هم كان لازم يعوضوا اختفائه من الأرض، فعشان كده يو بياخد عينة من الحمض النووي بتاعه وبيعمل نسخة منه وبيبعتها للأرض مكانه. وبعدها إليو بيبدأ يتعلم أساليب التفاوض والإقناع، وفي نفس الوقت أولجا بترجع النسخة للبيت، ومن أول يوم بتلاحظ إن هو اتغير وبقى هادي ومطيع، فبتفتكر إن المعسكر ده فاده وبتبدأ إنها تقرب منه أكتر. أما إليو الحقيقي فبيروح علشان يقابل جريجون وبيحاول يقنعه يوقف هجومه، وبيطلب منه إن هو يبعد عن الكوميونيفيرس ويكون ليه مجتمع خاص. وفي البداية جريجون بيقتنع، بس بعدها بشوية بيغير رأيه وبيأمر إنهم يعتقلوا إليو، وبيبدأ إن هو يجهز الجيش بتاعه للحرب. وبعدها إليو بيتحبس في زنزانة، بس بيستخدم القرص اللي كان خده وبيقدر إن هو يغير الجاذبية ويهرب من فتحة في السقف لحد ما بيدخل لنفق ضيق. وبنشوفه وهو بيهرب بيقع وقتها في حفرة وبيتحبس جوه شبكة غريبة، وفجأة بيظهر كائن كبير ووقتها بيبدأ يقرب منه، لكن القرص ده بيترجم كلامه وبيكتشف إن ده كائن مسالم وكان اسمه جلورجون، واللي بنعرف إن هو كان ابن جريجون، وعلى عكس أبوه هو كان بيكره الحروب وكل اللي كان نفسه فيه إن عيلته تتقبله. فإليو بيبدأ يحكي له حقيقته وبيقول له إن هو مجرد طفل وإنه مش قائد كوكب الأرض، وبيطلب منه يساعده علشان يوقف الحرب دي. وجلورجون بيوافق وبيساعده وقتها إن هو يهرب من السجن. وبنشوفه وهو في الطريق بيسأله عن عيلته، فإليو بيقول له إن هو عايش مع خالته وإنه حاسس إنها مش عايزاه معاها علشان هي كانت ضحت بحلمها عشانه. لكن جلورجون بيقول له إن التضحية دي دليل حب وإن دي مش دليل كره ليه. بس إليو ما كانش مقتنع بكلامه، وفجأة بيسمعوا صوت غريب وبتبدأ الحمم البركانية إنها تفور جوه النفق، والحمم دي بتبدأ تقرب منهم. فجلورجون بيقول له يدخل جوه بقه بسرعة لأن جسمه كان مقاوم للحرارة، وإليو ما كانش عنده حل تاني فبيقرر إن هو يدخل. وبعدها هما الاتنين بيطلعوا من المكان بأمان وبيرجعوا بعد كده للمركبة وبيروحوا ناحية الكوميونيفيرس. وأول ما بيوصلوا إليو بيتصل بجريجون وبيطلب منه إن هو يوقف الهجوم، وبعدها بيوريه جلورجون وبيفهمه إن هو مخطوف عندهم. وجريجون وقتها بيفتكر إن ابنه بيتعذب فبيضطر إن هو يوافق ويوقف الهجوم ده بشكل مؤقت لحد ما هو يرجع ابنه. وبعد ما الخطة بتنجح السفراء بيشكروا إليو وبيقولوا له إن هو كده خلاص بقى سفير رسمي ليهم. وبنشوف إن خلال الفترة دي إليو وجلورجون بيقربوا جدا من بعض وبيبدأوا يبقوا أصحاب حقيقيين. لكن بنشوف إن جريجون كان بيفكر في خطة جديدة خطيرة، وكان مقرر إن هو يرجع لابنه درع الهاي لورد واللي بيحول أي طفل لجندي كبير في الإمبراطورية، وبكده يضمن إن جلورجون هينفذ أوامره. ولما جلورجون بيعرف باللي أبوه هيعمله بيبدأ إن هو يخاف جدا لأنه ما كانش عايز يبقى محارب ولا يسيب أصحابه. وهنا إليو بيطمنه وبيقول له إن هو هيساعده، وبعدها بياخده عند ميدو وبيطلب منه إن هو يعمل نسخة منه علشان هي اللي تلبس الدرع بدل جلورجون. لكن جلورجون ما كانش مصدق إن ده ممكن يحصل، فعلشان إليو يثبت له بيوري له النسخة المستنسخة بتاعته. لكن لما إليو بيطلب من يو إنه يوري له النسخة المستنسخة بتاعته وقتها بيشوفها قاعدة مع خالته أوليجا، واللي كان واضح كده إنها كانت مبسوطة معاها أكتر من إليو الحقيقي، وده بيزود شكه أكتر إن هي ما بتحبوش. وعلشان كده بيقرر إن هو يساعد جلورجون علشان يعيشوا بحرية في الكوميونيفيرس، وباستخدام تقنية الاستنساخ بيصنع نسخة شبه جلورجون وبياخدها معاه للسفراء. وأول ما بيوصلوا جريجون بيفرح لما بيشوف ابنه من تاني وبيطلب منه إن هو يلبس الدرع علشان يبقى في جيش الهاي لورد. وإليو وقتها كان خايف إن الخدعة بتاعته تنكشف، لكن وقتها الدرع بيشتغل مع النسخة وجريجون بيقتنع إن ده ابنه، فبيلغي بعدها الهجوم بتاعه على الكوميونيفيرس، وبعدها بيطلب ابنه معاه للسفينة. والسفراء بيرتاحوا بعد كده وبيقرروا وقتها إن هم يضموا إليو معاهم رسميا. ولما كوستا كانت هتسلمه الشارة فجأة خوذة الجلورجون بتقع، ووقتها جريجون بيكتشف الحقيقة وإن ده مش ابنه وإن هو مجرد نسخة منه، وبيطلب وقتها يعرف مكان ابنه فين بالظبط. فكوستا بتدخل جوه عقل إليو وبتعرف إن جلورجون موجود في سفينة فضائية، فجريجون بيأمرهم إنهم يرجعوا له ابنه بسرعة. وفي نفس الوقت بنشوف إن جلورجون بالغلط بيشغل السفينة وبيتحرك بسرعة ناحية الأرض، وجريجون بيتضايق وبيسيطر على الكوميونيفيرس ووقتها بيسجن السفراء. فكوستا وقتها بتساعد إليو إن هو يهرب وبترجعه للأرض. وفي نفس الوقت بنشوف إن أولجا كانت مع النسخة والنسخة كانت عايشة حياة طبيعية، بس بنعرف إن أولجا كانت بدأت تشك فيه، ووقتها بتاخد شعرة منه وبتروح تحللها وبتكتشف وقتها إن ده مش إليو الحقيقي. ولما بتواجه النسخة بتبدأ إنها تعترف لها على كل حاجة. وفي مكان تاني بنشوف إن إليو رجع للشاطئ وبيلاقي خالته أولجا والنسخة معاها، ووقتها هو بيقرب من خالته وبيبدأ يقول لها على كل حاجة، وخالته بتبدأ تقول له إن هي
هي محتاجة له جدا، وبتبين له الاهتمام والحب اللي هو كان نفسه فيه، وبعدها الاتنين بيتصالحوا. بس بعد شوية نسخة إليو بتبلغهم إن في مشكلة في القاعدة العسكرية، ولما بيروحوا هناك بيلاقوا إن سفينة إليو محتجزة، وبنشوف في القاعدة النسخة كانت بدأت تضعف، لكن بيطلبوا منه يساعدهم آخر مرة، وبنشوف إن جوه القاعدة بيحصل فوضى، فبيستغلوا ده وبيدخلوا، ووقتها بيلاقوا جلورجون بيرتعش من البرد، وبنعرف إن هو كان فقد التحكم في السفينة، وفجأة الجنود بيظهروا، لكن أولجا بتقدر إنها تواجههم، ووقتها إليو بيهرب بالسفينة بسرعة، والتلاتة بيطلعوا مع بعض للفضاء، بس كان طول الطريق بيقابلوا حطام وما كانوش عارفين يعدوا إزاي، فعلى طول إليو بيتصل ببرايس وبيبدأ يعتذر له عن كل اللي حصل، وبيطلب منه إن هو يساعده. فبرايس بيكلم ميلماك اللي وقتها بيلاقي إحداثيات علشان يخليهم يعدوا بأمان، وفي النهاية بيقدروا يوصلوا للكوميونيفيرس، وبيلاقوا وقتها جريجون حابس السفراء، ولما بيشوف إن ابنه حالته كانت مش كويسة جريجون بيبدأ يكشف حقيقته، وإن هو في الحقيقة كان شبه ابنه، وعلى طول بيبدأ إن هو يعالجه، وبعدها بيحضن ابنه وبيبدأ يعتذر له عن كل حاجة، فابنه بيقول له إن هو مش عايز يبقى محارب، وجريجون لأول مرة بيفهم ابنه وبيوافق على طلبه، وبعدها بيوافق إن هو يعمل سلام مع سفراء الكوميونيفيرس، وبيفرج عن السفراء، والسلام بيرجع من تاني للكوميونيفيرس، ووقتها بيكرموا إليو كسفير ليهم، بس هو بيقرر وقتها إن هو يرجع لأرضه من تاني، وكان رافض إن هو يعيش هناك علشان كان عايز يكمل حياته مع خالته أولجا. وفي النهاية البشرية كلها بتكتشف وجود الكائنات الفضائية، وبيبدأوا بعدها إن هم يتواصلوا معاهم. وبكده الفيلم بتاعنا ده بيخلص لسهرة النهاردة، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تظبطنا بلايك وكومنت وسبسكرايب، وبس كده اشوفكم على خير في سهرة جديدة من سهرات نوستالجيا. سلام.